اديني واحد أول لما تكون جاهز. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد الذي نعبده وحده ولا نشرك معه أحد أبدا، آمين. نواصل تأملاتنا في سفر نشيد الأناشيد، الإصحاح الثاني من سفر نشيد الأناشيد. كنا ملخص سريع لما سبق وتقدمنا به، كنا عملنا مقدمة لسفر نشيد الأناشيد، وعرفنا إنه سفر نشيد الأناشيد تفرد بإعجاز لغوي فريد في الأدب الإنساني كله. إذا قارناه بالأدب الإنساني في إنه سفر نشيد الأناشيد جاء بإعجاز لغوي لم يبلغه أحد من الأدباء على مر العصور. بالرغم من كده لا تجد أحد يعني يفتخر بما يسمى بالإعجاز اللغوي، لأن المعاني الروحية السامية الموجودة في سفر نشيد الأناشيد أعلى بكثير من الناس تتفاخر بأنه هو لغويا في إعجاز. الإعجاز اللغوي بتاع سفر نشيد الأناشيد أنه أتى بألفاظ حسية عن مفاتن المرأة، بحيث إذا حاولت أن تطبقها على معاني حسية يختل المعنى ويصبح لا معنى له، وتصبح الكلمات مركبة غير مفيدة، أو تصبح غير مقبولة للعقل والمنطق. وعرفنا أنه بهذه الصورة التي قدم فيها سفر نشيد الأناشيد، قدم العلاقة بين السيد المسيح له كل المجد وبين الكنيسة، ووصف السيد المسيح بأنه العريس والكنيسة أو جماعة المؤمنين العروس. وعرفنا ليه اختار هذا التفسير، ليه اختار هذه العلاقة، وجبنا الآيات الكتابية الموجودة في العهد القديم والعهد الجديد التي تصف هذه العلاقة. العهد القديم والعهد الجديد وصفوا السيد المسيح بالعريس، ووصفوا جماعة المؤمنين بالعروس. وعرفنا ليه السبب اللي وصف هذه العلاقة، لماذا ما يختار الأخ والأخت، لماذا يختار الأب والابن، لماذا ما يختار الابن والابنة، لماذا لا يختار الأم والولد، لماذا اختار هذه العلاقة الإنسانية بالذات، علاقة الزوج بزوجته أو العروس بالعريس. وعرفنا أنه العلاقة الوحيدة في العالم التي ترتبط فتصير جسد واحد ولا تنفصل إلا بالخطية، فيصبح ليس كأنها بينها وبينها شيء إذا دخل الخطية بينهم. فالزوج والزوجة يصبحوا جسدا واحدا، على الرغم أنهم ناس غربا من بعض، ولكن يصبحوا جسدا واحدا في الزواج. تنفصل هذه العلاقة وتكون كأنها لم تكون بالخطية. الكلام ده مش ممكن يحصل في أي علاقة إنسانية موجودة في العلاقات بين الأخ والأخت، بين الأب والابن. فالأب والابن إذا أخطأ الأب وأصبح فاجر فاسق في كل حاجة، هذا لن يغير أنه هو ده أبوك. والعكس، إذا الابن أو الابنة أصبحت فاجر أو فاسدة، فهذا لن يغير ولن يلغي العلاقة بين الأب وابنه أو الأب وابنه. وكذا الأم، العلاقة بين الأم وابنتها والأم وابنها مهما بلغ أحد الطرفين من فساد أو زنا أو فسق أو فجور، لن يغير ولن يلغي العلاقة بأنه دي أمك وإنت ولدها، أو دي بنتك ودي وإنت. العلاقة الوحيدة التي تنفصل وتكون كأنها ما كانت هي العلاقة بين العروس والعريس، بين الزوج والزوجة. يصبح جسد واحد في الزواج برباط مقدس يرتبط في السماء. هذا الرباط لا ينحل إلا بدخول الخطيئة. كذلك علاقتنا بالسيد المسيح له كل المجد. فنحن في الكنيسة عبارة عن جسد واحد. يقول الوحي المقدس السيد المسيح هو رأس الكنيسة ونحن الجسد. أي فرد في هذه الكنيسة لا ينفصل عن هذا الجسد إلا بالخطية. عندما ترتكب الخطية تنفصل عن هذا الجسد وتصبح كأنك ليس لك علاقة بجماعة المؤمنين. ومن هذا جاء التفسير أو اتخاذ العلاقة بين العريس والعروس، وهذا التشبيه جاء بالآيات الكتابية الموجودة في الكتاب المقدس في العهد القديم وعهد الجديد، وجاء بمفهوم الفكر المسيحي طلاق إلا لعلة الزنا، وإنه انفصال هذه العلاقة لا يتم إلا بالخطيئة. كذلك انفصالنا عن السيد المسيح وعن جسد السيد المسيح وعن الحياة مع المسيح لا يتم إلا بالخطيئة.
وأخذنا صورة عامة عن مواقع المعترضين. ما هو المعترض بيجي يقول إيه؟ بيقول إنه الألفاظ الواردة في سفر نشيد الأنشاد يثيرنا جنسيا، فأخذنا كل حتة في جسد المرأة وكيف وصفها سفر نشيد الأنشاد، ورأينا أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن ننسبها إلى معنى جسدي ومعنى حسي، لأنه وصف القوام بأنه نخلة. ما فيش حد بيتغذى في عروسه أو في حبيبته أو في زوجته يقول لها يا سلام أنت حلوة عاملة زي النخلة. وصف بشرتها بأنها كالحة سوداء مثل الصماد خشنة مثل خيام قيدار. يعني واحد بيمدح وبيتغزل في عروسته يقول له أنت طويلة زي النخلة وبشرتك سوداء كالحة جرباء خشنة مثل النخلة. مش ممكن. وصف الرأس والشعر، فوصف الرأس بأنها مخروطية كجبل كالكرمك، والشعر مثل شعر الماعز ولونه أحمر كمان، يعني زيادة على كده، زيادة على أنه هو شعر ماعز لكن لونه أحمر. وعلى هذا الشكل المخروطي اللي هو الوجه يوجد 4 عيون، كل عين منها عيون حمام. 4 عيون كل عين شكل عيون الحمام. لا يمكن يكون حسي. وصف الشفاه والأسنان بأن الشفاه رقيقة في رقة السلك زي السلكة، والأسنان بتخرج في الفم كل 2 مع بعض طالعين جوز، وطول وهم ماشيين بيلدوا أسنان، يعني بتتساقط أسنان من هذا المنظر. انتوا متخيلين منظر قبيح جدا. فم مليان أسنان كل 2 طالعين مع بعض. يقول أسنان توأم ليس فيها واحد عقيم. يعني ايه؟ كلها بتلد طول ما هي ماشية، أمالة تنزل سنان وتولد سنان وتتساقط منها سنان، والسنتين كل 2 طالعين مع بعض. ثم وصف الأنف فقال لها الأنف مثل البرج، مثل برج لبنان. أنفك طويلة زي برج لبنان. عنقك مثل برج داود المليء بالأسلحة والأتراس والأسلحة الحربية. ثم وصف الخدود بأنها خدود مخرمة مربوط فيها مجموعة من الجواهر. أما الثديين فحدث ولا حرج، مرة وصفهم بأنهم صباطتين بتوع بلح، ومرة وصفهم بأنهم عناقيد بتوع عنب، ومرة وصفهم أنهم حيوانين توأمين الظبية. أما البطن فوصفها بأنها عبارة عن كومة من الحنطة، كومة من نبات الحنطة، وفي وسطها صرة لا يعوزها شراب ممزوج. لغاية دلوقتي لا يستطيع أحد يفسر لنا يعني إيه صرة لا يعوزها شراب ممزوج. كلمة مركبة غير مفيدة إذا حاولت أن تتحدث بها عن الفكر الحسي. أما الفخذين عبارة عن سلاسل من الذهب، السلاسل مدورة، والسلاسل المدورة مربوطة بفضة، سلاسل ذهب مدورة مربوطة الجوينز بتاعتها فضة. والقدمين آخر حاجة تمتد جمالها بالجزمة، يعني بيقول لها ما أجمد رجليك يا بنت العلي بالجزمة. لم يرى في جمال قدميها إلا الجزمة. فبيقول لها ما أجمل رجليك يا بنت العلي بالنعلين. يقلع النعلين هتكون زي بقية الأوصاف. أخذنا كل ده في المحاضرات الأولى بصورة عامة، وابتدينا نرجع على السفر إصحاح ورجعنا في الإصحاح الأول. في الإصحاح الأول أفتكر تحدثنا عن العينين، وعرفنا الروعة وروعة الإبداع الإلهي إزاي يصف إنها ب4 عيون كل عين مثل الحمامة، وعرفنا أنه بيرمز إلى نظرة هذه العروس، نظرة الكنيسة إلى العالم في الحمامتين التي أطلقهما نوح عندما كان الطوفان، فأطلق في الحمامة الأولى مع الغراب
فالحمامة الأولى لم تجد مكانا لرجليها فعادت إلى الصليب، عادت إلى الفلك، عادت إلى سيدها، لأنها وجدت النتن والعفن الذي جعل الغراب لا يعود. الغراب قاعد يأكل في النتن والعفن، بينما الحمامة الأولى التي أطلقها نوح عادت لأنها لم تجد موضع لقدميها. هذه نظرة عروس، نظرة الكنيسة لمشتهيات العالم وغذاء العالم الذي وجد الغراب فيه ضلته المنشودة. نكاح 4، نكاح ملك يمين، محلل ومحلل له، سبايا، غدر، قتل، ذبح. اللي حدث في فرنسا قبل يومين من قطع هو ده اللي وجده في العالم. الحمامة الأولى رفضته وعادت إلى سيدها، رفضت كل ما في العالم من وسخ وقذارة وعفن الذي وجد فيه الغراب ضلته المنشودة. ثم أطلق الحمامة الثانية فعادت بغصن السلام، بغصن الزيتون. يقول الوحي المقدس: لأنه يولد لنا ولدا ونعطى ابنا تكون الرئاسة على كتفه، اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. أتت الحمامة الثانية بالسيد المسيح فقد من العالم. غريبة إن المسلمين لغاية النهاردة بيرسموا الحمامة وفي فمها غصن الزيتون، وهم لا يعرفون أن هذا هو رمز السيد المسيح له كل المجد، الذي أخذته الحمامة الثانية من العالم ولم تأخذ سواه. عشان كده يرى العريس جمال العروسة، انه عندها 4 عيون مثل الحمام، يرى فيها الجمال، بينما من الناحية الحسية بشكلها شكل عفريت. ايضا لقينا في السفر، في الاصحاح الاول افتكر اتكلم عن العينين، واتكلم عن ايه تاني في الاصحاح الاول. انا بعيد الكلام بس بذكر بيه، خليني ارجع الاصحاح الاول اشوف ذكر ايه تاني غير العينين. معلش لحظة، نرجع للإصحاح الأول. غير العينين قال ايه؟ ذكر العينين وذكر ذكر الثديين، ذكر الثديين. سرة المر حبيبي بين ثديي يبيت، والمسلم يسمع بين ثديي وتجيله حالة هستيرية، تجيله حالة هستيرية. وإذا فصلنا، إذا حاولنا نفصل، هو ده اللي بيقوم به المسلم، وده اللي هنشوفه على طول خط، على طول خط الانتقادات التي بيتعرض لها سفر نشيد الأناشيد من المسلم. يفصل الآية عن النص، يفصل الآية عن النص، ثم يفصلها عن الإصحاح، ثم يفصلها عن السفر، ثم يفصلها عن الكتاب المقدس بعهده القديم والجديد، ويأتي بتفسير نحن لا نفهم، لا أساسا لا نؤمن به. يعني النص بيقول، شوف اللي قبله والآية اللي بعدها، بيتكلم على الآية 13: سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. المسلم بيعترض على ايه؟ بيعترض بين ثديي يبيت. شال النص، شال الحرف، الجملة الأولى من الآية: سرة المر حبيبي لي. كيف تصف العروس عريسها بأنه سرة مر؟ ازاي؟ لا، هو ما فكرش بالحته، ما شافش الحته دي. فصل الآية عن الجملة بين ثديي يبيت. شاف ثديي، اوبا، ازاي يقول ثديي؟ ازاي يقول ثديي؟ لكن لو عدنا الى النصوص، تعال من الآية 12 والآية 14: ما دام الملك في مجلسه أفاح نارديني رائحته، سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت، طاخ فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي. ادي الآية دي لأي حد، ادي ال3 آيات دي ما قبل وما بعدها لأي حد، معناها ايه يا اخوانا؟ يقول لك انا حمار، انا مش عارف، ما فهمش. اربط هذا الآية، هذه الآية تضع السيد المسيح الذي سرة المر، اللي هو أساسا موجودة في العهد الجديد. الكلام ده اتكتب قبل 900 سنة قبل الميلاد بالوحي المقدس. نلقى بعد 900 سنة يأتي المجوس من أقصى الشرق ويقدم المر للسيد المسيح كملك الملوك ورب الأرباب. يقدموا له 3 هدايا: الذهب والمر واللبان، الذهب واللبان والمر.
الذهب رمز الملك، ملك الملوك ورب الأرباب، واللبان رمز الكهنوت وهو الكاهن الأعظم، والمر الذي أنبأ عنه سليمان قبل 900 سنة قبل الميلاد في هذه الآية. الآية ينسى أساسا المسلم أنها نبوءة رائعة جاءت على الوحي المقدس، وضعها الوحي المقدس على لسان سليمان الحكيم قبل 900 سنة. سورة المر حبيبي لي، مين سورة المر؟ مين ينسى هذه الآية ويقول بين ثديي يبيت؟ من فين عرفنا أن سورة مر؟ الثديين هنا بيمثل العهد القديم والعهد الجديد. عرفنا من نصوص العهد القديم ونصوص العهد الجديد أنه سيتعرض إلى المر. عشان كده نلقى العهد القديم بيتكلم قبل الميلاد ب1000 سنة على يد أيوب، على يد داود النبي، ويقول سقبوا يدي ورجلي وعلى لباسي اقترعوا. سقبوا يدي ورجلي على لباسي اقترعوا. وفي العهد الجديد يتم وصف الصلب والتعذيب بالتفصيل. أنبأت هذه الآية بالوحي المقدس عن سرة المر حبيبي لي بين ثديي يبيت. ثديي العهد القديم والعهد الجديد أنبأ عن المر الذي سيتعرض له السيد المسيح له كل المجد. زي ما قلنا في العهد الجديد هؤلاء الحكماء الذين أتوا من المشرق قبل 550 سنة على نبوءة دانيال التي أنبأهم بتوقيت ولادة السيد المسيح. شايفين يعني ايه نبوءة؟ شايفين يعني ايه نبوءة؟ يعني يجي سليمان الحكيم قبل 900 سنة ينبئ عن سرة المر حبيبي لي. الكنيسة تتحدث عن سرة المر حبيبي لي. يجي دانيال النبي وهو في السبي ينبئ ويخبر المجوس عن توقيت ولادة هذا الملك العظيم ملك الملوك ورب الأرباب سنة 550 قبل الميلاد. سنة 550 قبل الميلاد. يأتي بعد الميلاد ظهور الملاك في السماء في سورة نجم فيقود المجوس، اللي هو بعد الميلاد، يقود المجوس من أقصى بلاد إيران، من أقصى بلاد فارس إلى بيت لحم، ويتوقف هنا النجم فيقدم له النبوءة التي أنبأ عنها داود وعن سليمان قبل 1000 سنة وقبل 900 سنة. سرة المر حبيبي لي. عرفناها ازاي؟ بين ثديي يبيت، بين العهد القديم والعهد الجديد. طاقة فاغية حبيبي لي في كروم عين جدي. يفصل تماما الأخ المسلم أو الشيوخ زي ما بيقول الشيوخ والعلماء المسلمين حقيقة مساكين، لأنهم بينقادوا أو بيجروا وراء الشيوخ والعلماء الذين يجدفون على سفر النشيد الأنشاد. يبقى في الإصحاح الأول عرفنا ما يتحدثون عنها، عن العينين، عن الثديين، عن لون البشرة. أنا سوداء وجميلة يا بنات أورشليم كخيام قدار كشقر سليمان. وقلنا ازاي انتوا معترضين على لون البشرة، انه بتقول لكم انا سوداء وكاحلة مثل الصماد وجرباء وخشنة مثل خيام قدار، ولكن بدم المسيح تصبح كشقائق نعمان. هو ده اللي بتخجلوا منه. ولا تخجلوا من الآيات القرآنية الموجودة في كتابكم كأنهم الياقوت والمرجان، أنهم في صفاء الياقوت وبياض المرجان، وبياض اللؤلؤ وصفاء الياقوت والمرجان، وأنهم في نعومة البشرة والبشرة الطرية كأنهم البيض المكنون، يعني البياض اللي جوه البيضة. البياض بعد ما تقشر البيضة تلاقي البياض ده ناعم وطري. هذا لا يثيرك جنسيا، ولكن يثيرك اللون الأسود الكالح الخشن الذي ورد في سفر الأناشيد في الإصحاح الأول. يبقى في الإصحاح الأول تحدث عن لون البشرة، وتحدث عن الثديين، وتحدث عن العيون. وعرفنا أساسا باللفظ لفظا، خلي بالك الاعتراض دايما هنقول كده، هل هو الاعتراض على اللفظ ولا على المعنى؟ إذا كان اللفظ هات اللفظ وحط تبع
الانسياب الطبيعي للإصحاح، وحطوا تبع الانسياب الطبيعي للسفر، وحطوا تبع الانسياب الطبيعي للكتاب المقدس. وإذا كان المعنى طلع لنا واحد بس، واحد من المفسرين اللي هو أخذها بمعنى جنسي يثير للإثارة، بينما نجد نفس الحتت، يعني نفس وصف البشرة ونفس الثديين ونفس العيون لو موصوفين قرآنا وسنة من أحاديث الرسول ومن أحاديث التابعين ومن المفاسير، قرآنا لفظا ومعنى يتحدثون عن العلاقة الجنسية المثيرة جدا. في الإصحاح الثاني حقيقة يعني لما نقرأ الإصحاح الثاني، أنا كل ده مقدمة قلتها قبل كده، لكن لما نبدأ في قراءة الإصحاح الثاني من الأول للآخر هم 17 آية، لا نجد أنه ذكر أي وصف لجسد المرأة. لا نجد وصف، يعني لم يتغزل في جسد المرأة، لا ذكر عينين ولا ذكر ثدي ولا ذكر. لكن دخلت على السيطات الإسلامية وحاولت أشوف نقاط أو مواضع الاعتراض، ولقيت الآية 6 اللي شافوها أو اللي بيعترضوا عليها الإخوة المسلمين، الشيوخ المسلمين: شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. بس والدنيا تقوم تتقلب. ازاي يقول شماله تحت رأسه ويمينه تعانقني؟ يا عم افصلها عن الإصحاح، وافصلها عن ما قبله، وافصلها عن ما بعدها، وقول إنه هذا تثير الجنسية. طبعا إذا فصلناها، يعني لو جيت لواحد كده بس قلت له شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، هيقول لك مين دول؟ لو حطيتها في الإطار بتاع السفر تجد إنها مش ممكن هتركب مع بعض. يعني إزاي هيحضن نخلة لونها أسود كالح مجرجب مثل خيام قيدار، وشعرها ماعز أحمر، وأنفها طويلة مثل برج لبنان، والرقبة مثل برج داوود المليء بالأسلحة، ورأسها مخروطية كالجبل، وعيونها 4 عيون في رأسها مثل الحمام؟ طبعا المعنى لا يستقيم. المعنى لا يستقيم. ده حتى من لما يجي يحضنها مش هيقدر. ده المناخير لوحدها هتمنعه. ازاي؟ لكن لما ناخد التفسير بتاعها على ما ورد في الإصحاح من قبله أو ما بعده، نلاقي إنه وما ورد في الكتاب المقدس، خلي بالك، وما ورد في الكتاب المقدس أيضا، نلاقي إنه هو بيتكلم على التجارب التي يمر بها الإنسان، التي يسمح بها الإنسان. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. حتى التجارب التي يسمح بها الرب الإله للإنسان بالضربات الشمال هي التجارب، واليمين هي التي تحمي، فهو يحميها، فهو يحمي الكنيسة، يحمي هذه النفس البشرية حتى في أحلك التجارب. ونرجع لأيوب النبي. أيوب الذي سمح الرب الإله بتجربته تجارب لم يسمح الرب في تاريخ الأنبياء بأن يتعرض نبي إلى تجارب قاسية مثل ما تعرض إلى أيوب، على الرغم أنه كان يدعوه أيوب البار. ونفهم يعني إيه شماله تحت رأسي ويده ويمينه تعانقني. كان يرى أنه بارا. الكتاب المقدس نفسه كان يقول عليه بار. لكن لأن أيوب كان يقدم الذبائح عن أبنائه وعن أهل بيته فقط، ولا يقدم الذبائح عن نفسه، فكان يرى أنه لم يرتكب خطيئة، وبذلك لا يحتاج إلى الذبيحة. فربنا سمح له بهذا، حتى كشف في نهاية سفر أيوب، كشف له
وكشف له الوحي المقدس، وفهم أيوب إنه هو يحتاج فعلا للذبيحة. يقول الآن علمت، الآن أنا قد علمت أن لي ولي حي وآخر على الأرض يقوم، بالوحي المقدس. ولما جه في الحتة بتاعت الوحي المقدس قال ليت كلماتي الآن تكتب، يا ليتها رسمت في سفري ونقرت إلى الأبد في الصخر بقلم حديد وبرصاص أيوب. هذه التجارب التي يسمح بها الرب الإله، على الرغم أنها بتكون تجارب قاسية جدا، لكن بيكون بيسمح بالضربات الشمال بيد الشمال فيسند بيها الشخص ثم يحميه. ظهرت أيضا ظهرت أيضا هذه في الفتية الثلاثة، الفتية الثلاثة أو في قصة الفتية الثلاثة. طبعا دي القصة، ما هو أنا بقول لك المسلم لأنه فاقد النبوة عنده مشكلة كبيرة جدا، لأنه فاقد النبوة مش فاهم بيقولوا إيه، مش فاهم بيقولوا إيه. قصة حرق إبراهيم، حرق إبراهيم ودخلوا فيها أسطورة بتاعت البرص اللي بينفخ في النار. الكلام ده مش موجود يا اخوانا، الكلام ده اساسا قصة حدثت في عهد نبوخذ نصر، لما ألقى أصحاب دانيال الفتنة الثلاثة ألقاهم في أتون النار، وقال لهم يا إما تسجدوا للتمثال اللي هو عمله، إما هرميكم في الأتون النار، اللي هم أصحاب دانيال 3. يوجد إله الذي نعبده يستطيع أن ينجينا من أتون النار متقدة وأن ينقذنا من يدك أيها الملك، فليكن. ما مش زي عمار بن ياسر عاد وعدنا، سب الرسول أسب أم اللي خلفوا الرسول، لا 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 لا، ما دي الإله الحقيقي. بص قالوا له إيه؟ فليكن معلوما أيها الملك. ده بيتكلموا مع مين؟ بيتكلموا مع مين؟ ده عن نبوخذ نصر الذي حكم الشمال والجنوب وأذل ملوك ورؤساء. ليكن، ودول مسبيين عنده في الأرض. ليكن معلوم لك أيها النبي الملك أننا لا نعبد إلهك ولا نسجد لتماثيل الذهب التي صنعته. قال لهم يا سلام، بس كده ارموهم في أتون النار، رموهم في أتون النار. بص الضربة الشمال، رموهم في أتون النار. حصل إيه؟ يقول الوحي المقدس في دانيال 3: حينئذ تحير نبوخذ نصر وقام مسرعا فأجاب وقال لمشيريه: ألم نلقي 3 رجال موثوقين في النار؟ ألم نلقي 3 رجال في وسط النار موثوقين؟ ما هم كتفوهم لقوهم في النار. ألم نلقي 3 رجال موثوقين في النار؟ بص بقى، ها أنا أنظر 4 رجال يتمشون في وسطهم وما بهم ضرر، ومنظر الرابع شبيه بابن الآلهة، شبيه بيجوا 4 ومنظر الرجال منظرهم شبيه بابن الآلهة. لو في أي حد عنده سؤال ممكن يخليه لي بعد المحاضرة ويرفع يده وأنا هديله المايك يسأل. لو في حد هيحاول يشبه في نص بيقول سدياكي كبرجين، يا كذاب يا منافق، اللي عايز تشوه على الناس الفرصة. يا ريت الإخوة الأدم بتاع التكس أي حد يحاول يحور الموضوع ويحور المحاضرة الرائعة في التأمل في سفر النشيد الأناشيد، يدوله نقطة حمراء. ولو كان رجل التحدي قائم، لو كان رجل التحدي قائم يطلع يناقشني في سفر النشيد الأناشيد. التحدي قائم يطلع يناقشني في سفر النشيد، لكن هتحاول انه انت تضع كلمات على السفر
على التكست عشان تشوه، لن يسمح لك. شكرا للناس اللي ادوا نقطة حمراء. ويبقى رجل، اديني بتحداك، والكلام ده مسجل، بتحداك معاك شيوخ المسلمين مجتمعين من شيخ الازهر الى الابن الجارية الجالسة وراء حجر الرحى، اطلع ناقشني في سفر نشيد الاناشيد. اي شخص يطلع يناقشني في سفر نشيد الاناشيد. تحدي. التحدي ده من 20 سنة ولم يجرؤ عندكم واحد انه يطلع يتحدانا في هذا التحدي. جاي في المحاضرة وأمال تحط كلمات بكذب وتحريف وتقول ده موجودة في سفر نشيد الأناشيد، اتفضلوا. اديني بقول المحاضرة وبقول التحدي موجودة في نص المحاضرة، ودي هتكون مسجلة وهتحطها على السايت. التحدي موجود، ولو فيكم رجل يتحدانا في مناقشة نشيد الأناشيد. يعترض المسلم على شماله تحت رأسي ويمينه يعانقني، والتفسير اللي هو ممكن ناخده في التسلسل وفي الانسياب الطبيعي انه يسمح بالتجارب، زي ما سمح في تجارب ايوب، وزي ما سمح بتجارب الضربات الشمالية بأن يلقى الفتية الثلاثة في النار. ولكن كان من هذا وحي مقدس نعرفه 550 سنة قبل الميلاد في سفر دانيال، يقول ها أنا أنظر 4 رجال، سفر دانيال 3، يمشون في وسط النار وما بهم ضرر. ومنظر الرابع ابن آلهة السيد المسيح له كل المجد، موجود السيد المسيح بينهم 550 سنة قبل الميلاد، ينبئ عن السيد المسيح الذي يراه مين؟ نبوخذ نصر الملك الكافر. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. ويطلع الشيخ بعد كل هذا المعنى الرائع الوارد في الكتاب المقدس عن الحماية التي يوفرها السيد المسيح له كل المجد، الرب الإله له كل مجد وكرامة وعزة، ويقول لك أصله لما بقرأ هذا بتثار جنسيا. لما تقرأ شماله تحت رأسي ويده تعانقني بتثار جنسيا. يا راجل، طب احنا عرفنا اساسا انه المعنى المعنوي وليس المعنى الحسي، المعنى المعنوي انه ربنا بيسمح بالتجارب، بيسمح بالضربات الشمال، ولكنه حتى في هذه التجارب بيأخذ بيده اليمين، بيأخذ بيمينه ويحمينا. لكن انا همشي معاك ابعد من كده. انا همشي معاك ان ناخد النص بمعنى حسي. همشي معاك انه نفصل النص عن ما قبله وما بعده، ونقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. جات بنتك الصغيرة بتسأل، بتقول لك يعني ايه يا بابا شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني؟ يعني ايه؟ هقول لها يعني تعالي يا بابا، تعالي اوريك يعني ايه. احط يدي تحت رأسها وبيميني وعانقها، اقول لها زي ما انا كل يوم باجي طالع الشغل بقول لك تعالي يا حبيبتي واحضنك وابوسك واقول لك مع السلامة، زي ما انا كل يوم ما باجي من الشغل وانت بتيجي جاري عليا وانا بحضنك واحط يدي تحت رأسك وبيمينك وعانقني وابوسك، زي ما بتيجي تنامي تقولي لي تصبح على خير يا بابا فتحضنيني وابوسك وتروح تنامي واغطيكي. لو اختي سألتني قالت لي يعني ايه يا اخي العزيز شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، اقول لي تعالي اخدها في حضني. لو امي سألتني وقالت لي يعني ايه شماله تحت رأسي ويمينه، اقول لها تعالي في حضني، تشعري بالحماية والحب بتاع الاخ والاب والام والزوجة. ايه المثير في كده؟ طبعا انا اتحدث عن المسيحي.
المسيح عندما يقرأ شماله تحت رأسي ويده تعانقني مش هيثار جنسيا. لا أتحدث عن المسلم، لأن المسلم لما طلع الشيخ العريفي وحذر البنات والأمهات أن لا يكونوا البنات متواجدين مع أبوهم لوحدهم، لأنه فكر المسلم فكر قذر لا ينظر إلى المرأة إلا أنها قطعة للممارسة الجنسية، حتى بنته، حتى بنته. عشان كده الشيخ العريفي قال يا أخواننا خلوا بالكم، البنت لا تكون لوحدها مع أبوها في البيت. يخرب بيتك، يخرب بيتك. البنت لا تكون مع أبوها. ليه؟ لأنه قد يشتهيها عشان كده حالات الاغتصاب واغتصاب المحارم وحالات ممارسات المحارم الجنس ما أكثر شيء منتشرة في البلاد الإسلامية. لذلك لا يستطيع انه هو يفهم انه شماله تحت رأسه ويمينه غير انه ممكن يمارس الجنس مع بنته. ده التشريع الإسلامي هو التشريع الوحيد في العالم أرضيا أم سمائيا الذي يسمح شرعا بممارسة الأب مع بنته للجنس، ممارسة الأخت مع أخته، ممارسة الابن مع أمه، شرعا شرعا. لو كانت من الزنا الأب يستطيع أن ينكح بنته من الزنا شرعا. الأخ ينكح أخته من الزنا شرعا. الأب ده بيقول لك يستطيع الابن أن ينكح أمه إذا وضع على إحليل قماش، ويخجل في وقاحة يطلع الإخوة المسلمين يقول لك نخجل أن نقول يضع يده تحت رأسي ويمينه تعانقا. بتخجل من دي؟ ولا تخجل إنه أنت تنكح أمك وتنكح أختك وتنكح بنتك؟ لا تخجل. طب أنا في اللفظ معناها أخذ العروس إذا أخذنا الاعتراض على اللفظ، طب أنا أخذ العروسة في حضن، إيه يعني؟ شيء عادي جدا. في أي فرح بعد العروسة بيقولوا كان كيس برايت، بتاخد العروسة في حضنك والناس بتسقف ومحدش بيثار جنسيا ولا ينط على العروسة وينكح العروسة على العريس. محدش بيحصل كده. دول بني آدمين، دول بني آدمين. بعد ما يتم طقوس الزواج بيقول له من حقك انك انت تحضن العروسة. you can kiss the bride. انا في البيت بحضن زوجتي قدام ابنائي وبناتي وبعلمهم انه هو ده الحب، ده الحماية. وبحضن بنتي وبحضن امي لا يرحمها قبل ما تتوفى، وهي وانا بنشعر بالحنان والمحبة والحماية. بتخجل منك كده، ولا تخجل انه انت تنكح بنتك وتنكح اختك وتنكح امك. بتخجل من هذا اللفظ انه العريس يحضن عروسه، ولا تخجل من ذكر العملية الجنسية لفظا ومعنى قرآنا وسنة. انكحوا ما طاب انكحوا، لفظ انكحوا هو لفظ العملية الجنسية. بتخجل منه الحضن، ولا تخجل من لفظ العملية الجنسية. انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم. بتخجل من دي؟ تخجل من الحضن العريس للعروسة، ولا تخجل من لفظ الكلمة نفسها لفظا ومعنى. خلي بالك انه هنا لا يقصد بها الزواج، يقصد بها العملية الجنسية. يبقى اللفظ والمعنى هي اتمام العملية الجنسية، لأن ملك اليمين ليس زواج. سورة 3: انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيمانكم. انظر إلى اللفظ انكحوا، لفظ نكاح هنا بمعنى العملية الجنسية لفظا ومعنى، ومعترض على اللفظ الذي ليس له معنى جنسي ولكن له معنى روحي عالي. معترض انت عليه انه المعنى الجنسي لو عبرناه انك تأخذ العروس في حضنك.
لكن لا يثيرك ولا تخجل من ذكر كلمة نكاح. لا تخجل ولا يثيرك ما ورد في سورة النساء 24 أنك تغتصب، ذكر العملية الجنسية بتفاصيلها، أنك تغتصب النساء في ملك اليمين. انكحوا، حلت لكم آباءكم وحرمت عليكم آباءكم وأمهاتكم وخالاتكم وعماتكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. إنك المتزوجات حتى الذين لهم أزواج، يعني لما تيجي بنتك تسألك تقول لك يعني إيه يا بابا والمحصنات من النساء إلا لا ملكت أيمانكم، لا تخجل منها تقول لها حتى لو سبينا يا بنتي، لو رحنا على إسرائيل وسبينا نساء لهم زوجات لهم أزواج ننكحهم. يعني إيه ننكحهم يا بابا؟ يعني نمارس معهم العملية الجنسية، يعني نعمل المروة في المكحل نصا ومعنى. لا تخجل من هذا يا مرائي، وتخجل من انه العريس هياخد العروسة في حضنه. سورة البقرة 223 تتحدث عن العلاقة الجنسية الشاذة نصا ومعنى. نساءكم حرص لكم فأتوا حرصكم أن شئتم. المفسرين بيقولوا اتيان الزوجة في الدبر. تقدر تقول كده، تقدر لما تيجي بنتك تسألك وتقول لك يا بابا يعني ايه نساءكم حرص لكم فأتوا نساءكم حرصا لكم، تخجل من تقول شماله تحت رأسي ويده تعانقني أي يأخذها في حضنه، ولا تخجل من انه انا وأمارس الجنس مع امك بدبرها نصا ومعنى. لا تخجل مما ورد في سورة الأحزاب 37 فلما قضى زيد منها وترا زوجناكها. لا تخجل نصا، خلي بالك نصا ومعنى. المعنى في منتهى الانحطاط لأنه وصل إلى تفسير حد الإثارة. قال لك الله إله المسلمين أرسل الريح فكشفت الغطاء بتاع الخيمة، فرأى رسول الله صلى إليه عليه وسلم زينب متفضلة، شاف اللحم الأبيض المتوسط فأثير جنسيا وانصرف يقول سبحان مقلب القلوب سبحان مغير القلوب. ده لما تيجي تسألك بنتك تقول لك يعني ايه يا بابا لما قضى زيد منها وترى. انا عايزك تاخد التفسير بتاع شماله تحت يمين تحت رأسي ويمينه يعانقني. يعني ايه يا بابا شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني؟ يعني يا بنتي ياخدها بالحضن. ده اللي انت لا تخجل منه. طب لو جات قالت لك فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، يعني ايه يا رسول يا بابا زوجناكها؟ يعني ايه؟ بتقوم تحكي لها الحكايه. اصل الرسول كان معدي على زوجة بنته، على زوجة ابنه، وشافها لابسه من غير هدوم، شاف اللحم الابيض المتوسط فاشتهاها. استقول للذي انعمت عليه والذي أنعم الله عليه امسك عليك زوجك وتخفي ما في نفسك ما الله مبديه. شفت اللحم الأبيض المتوسط ف ف ف ف ف ف فأخفيت إعجابك بأنك عايز تنكح. امسك عليك زوج، استقول الذي أنعمت عليه، مش أنت اللي متجوزها له، استقول الذي أنعمت عليه امسك عليه وتخفي ما في نفسك ما الله مبديه والله حق أن تخشاه وتخفي ما في نفسك ما الله مبديه.
وتخلي زيد يطلقها وتروح تنكحها بدون ولي وبدون ما سخن خلاص مسخن مش قادر تستنى، طلق ادخل. قالت له يا رسول الله بدون مهر وبدون شاهد وبدون ولي. قال لها الكتب كتبنا والشاهد شاهدنا والإله إلهنا، الله زوجك إبراهيم وجبريل شاهد. اللي معترض على كده يقول لي تعالي وانكح، وعلى طول أخذها نكحها. لا تخجل من هذا، ولكنك خجلان من انه رأسه يده تحت رأسه، تحت شماله تحت رأسه ويده يعني خجلان. لو جات بنتك سألتك قايل لك يعني خلي بالك انا بتكلم قرآن، لسه ما دخلتش في احاديث، ما دخلتش في احاديث، الحديث حدث ولا حرج، دي ايات قرآنية. كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، ثم نسخنا ب5 معلومات فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن. يعني ايه يا بابا؟ تخجل انه يده شماله تحت رأسي ويمينه علي، انت خجلان. لكن لما تقول لها انه مفروض انه امك لو جانا ضيف عشان يبص لها عشان يشوفها لازم تطلع صدرها ويقعد يرضع منه 5 رضعات مشبعات لغايه ما يقول شبعت. طب وانا يا بابا انت برضو أليس لك سنة في رسول الله؟ كانت عائشة تأمر بنات أختها أم كلثوم بأن يرضعن كل من يريد أن يدخل عليها 5 رضعات مشبعات. مش هتخجل من كده؟ رضاع مش هتخجل. بس اللي خجلك شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. سورة البقرة 230، ده سورة البقرة 230 نصا ومعنى، مش تخجل. ده مفروض تخلي المسلمين يقعدوا تحت يحفروا لنفرهم حفرة ويحطوا نفسهم فيها. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. دي لا تخجل. بتخجل من ان شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، لكن لا تخجل لما تيجي بنتك وتسألك، لما تيجي مراتك تسألك طلقتها 3، مراتك بتسألك طلقتها 3 طلقات. طب دلوقتي هنعمل ايه؟ العيال هنوديهم فين يا ابو يا ابو محمد؟ انتم ولد اسمه محمد، العيال هنوديهم فين؟ يقول له ما تخافيش، هوديكي للسباك ينكحك وبعد كده يطلقك فترجعي تاني. تقول له ينفع كده؟ يقول له بس اسمعي في شرط، يجب أن يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. يعني هيكتب عليا ويطلق؟ لا، ده يجب انك انت هو ينزل وانت تنزل. يعني ايه يذوق عسيلتي ويذوق عسيلته يا زوجي الحبيب؟ يعني انت تنزلي وخجلان من شماله تحت راسي يده وتعانقني. ده انت معفن صحيح يا اخي. جاءت امرأة رفاعة القرزي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إني كنت عند رفاعة القرزي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت من بعده عبد الرحمن الزبير وإنما معه مثل الهدبة. يعني إيه يا بابا إنما الذي معه مثل الهدبة؟ إيه هو اللي مثل الهدبة؟ لا، أنت تخجل إنك تقول شماله تحت رأسي ويده، لكن مش هتخجل انك انت تقول ما معه مثل الهدبة. يطلع واحد من شيوخ المسلمين ماذا كانت تقصد
هذه المرأة اللي جت في نص حديث الصحابة، نص الصحابة قاعدين والرسول قاعد، والمفروض انه دي قاعدة بيتحدثوا فيها عن القداسة والطهارة وتفسير القرآن والآيات القرآنية، تروح واقفة في النص وتقول لإن من معه مثل الهدبة. يعني إيه؟ يعني فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أتريدين أن ترجعي لرفاعة؟ قالت نعم. قال لا والله حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حتى تذوقي عسيلته ويذوقي عسيلتك. اطلع اشرح لي دي. قول لي طب أنا لما يجيني يقول لي شمالي وتحت راسي ويني تعانقني، اهو تعالي يا بنتي، اهو أنا حاطط يدي من هنا ويميني من هنا، ادي حضرتك. لما تيجي تقول لي حتى يذوق عسيلتي، اشرح لي كده، اشرح لي يا بابا زي ما شرحت لي شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، اشرح لي يعني ايه يذوق عسيلته وتذوق عسيلته، يذوق عسيلتك ويذوق عسيلته، يعني ايه؟ يعني وحدث بعد كده لا حرج. تحدث عن الأحاديث عن أبي سعيد الخدري الذي أباح اغتصاب النساء المتزوجات. الحديث عن أبي سعيد الخدري الذي تحدث عن الرجل أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس عليه، الناس قالوا له يا معفن يا رمة، فأنزل الله نساءكم حرص لكم فأتوا نساءكم. ما فيهاش حاجة، زي ما طلع عندنا الشيخ رافضي، ماذا في ذلك يا عم نكاح الدبقة؟ أيوة هذا يتم باتفاق سنة، لكن يخجل من انه يشرح لبنته او زوجته او امه انه شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. يشرح طب اطلع اشرح لي نكاح المتعة كده، يشرح اديني كده نكاح المتعة. لو جات امك وبنتك واختك قالت لكم يعني ايه نكاح المتعة يا بابا؟ يعني ايه؟ ده قرآن، سورة البقرة 24 قرآن. قال ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة من الله تعالى رحم بها العباد، لولا نهى عمر عنها ما زنى إلا شقي. قرآن، نزلت آية المتعة قرآن وحكم. مارسوا المتعة أيام الرسول، مارسوا المتعة أيام أبو بكر، وعندما جاء عمر قال لهم دي دعارة، أو دعارة. لا يخجل المسلم من يقول عشرة ما بينهم ثلاثة فإن توافق توافق وإن تفارق تفارق. ده الرسول. اتفق مع أي داعرة، روح بنتك تقول لك يا بابا يعني ايه متعة، يقول لها روحي يا بنتي اتفقي مع أي راجل، بس المهم ندفع، اتفقي على مبلغ من المال، اتفقي على زمن يدفع ايه يقوم، وتعالي وريني الفلوس. ما هي دي هي المتعة، هي فيها غير كده؟ فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن، وكان ابن عباس يقراها إلى أجل مسمى لغاية ما لغاها عمر راح شاطب إلى أجل مسمى. وإلى الآن أهل الشيعة مستخدمين هذه الآية، وعندهم بيوت بتاع الدعارة على سنة الله ورسوله، وتروح بيت الدعارة القائم على بيت الدعارة شيخ من شيوخ المسلمين، اسمها بيوت العفاف. أيوة اسمها بيوت العفاف. وتروح تتفق مع الشيخ عايز ايه، عايز واحدة طويلة قصيرة ده فيها، يوريك بقى بكام بكذا لمدة كام بكذا، يدفع ويركب ويمشي. لا تخجل، المسلم لا يخجل من هذا،
وده شرع من عند الله ودي آيات قرآنية، لكن يخجل لما سمع شماله تحت يدي تحت رأسي ويمينه تعانقني. لا تخجل لما يقول لك أباح الشرع. تفسير السعدي لسورة النساء 3: انكحوا ما طاب لكم من النساء. ازاي يطوب لك من النساء؟ ايه اللي هيخليك يطوب؟ قال لك تنظر للمرأة في كل أي شيء من حقك تشوفه ليكون على بصيرة من أمره. تيجي تعاين البضاعة. لفظ تعاين البضاعة ده اللي هو وارد في بلادنا ما هوش لفظ ابتدعوه، لا ده سنة. بص الإمام السعدي في تفسير سورة النساء: لقد أباح له الشارع، أباح للمسلمين الشارع النظر إلى من يريد تزوجها ليكون على بصيرة من أمره. وروني كل حاجة عشان نكون على بصيرة. ممكن تطلع مضروبة. طيب في تفسير النساء إلا ما ملكت أيمانكم قال: لقد أباح الشارع، الإمام القرطبي، عدد غير محصور من النساء من السرايا. ليه؟ وذلك لكثرة العيال. كام؟ 10 20 30 100 مش مهم، قد ما تقدر عشان يحملوا ويولدوا. يقول لك الإسلام انتشر. ما هو انتشر كده، انتشر بالغزوات والتكاثر الأرنبي. الإمام السعدي بيقول الشريعة الوحيدة في العالم، أرضية كانت أو سمائية، لعبدة الشيطان نفسهم لا يحل ذلك. الشريعة الوحيدة التي إذا تبيح أن المرأة تكون بين رجلين في وقت واحد هي الشريعة الإسلامية. إذا سبيت الكافرة ولها زوج حلت للمسلمين قبل أن تستبرأ. يعني ما هو بيسقط الزوج وبتسقط الزوجة في السبي متزوجة. لو كانت كافرة الزوج ينكح بامتلاك الفرج ومالك اليمين ينكح بامتلاك الكل. يقول الإمام القرطبي بدون خجل، ده الخجل بقى بتخجل إنه يمينه شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. تخجل كده، ولا تخجل من قول الإمام مالك: إن الوطأ في الدبر مباح. تصور بنتك جاية تسألك يعني إيه يا بابا قول علامة العلامات الإمام القرطبي في تفسيره لسورة البقرة 223 يعني إيه إن الوطأ في الدبر مباح؟ لا تخجل من هذا. أنت لا تخجل إنك هتقول لها أقول لك إيه؟ بس أنا مش هقدر أقول. هو أنا أقدر أقول أكتر من كده إيه يعني؟ بس أنا عايزك تتصور نفسك إنه أنت أساسا بتعترض على النص الوارد في الآية 6 من الإصحاح الثاني من سفر نشيد الأناشيد: شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. أنا الحقيقة أردت أن أبدأ في الإصحاح الثاني من سفر نشيد الأناشيد بالاعتراض، لأنه زي ما قلت السفر من بدايته لنهايته لم يتعرض إلى أي جزء من وصف جسد المرأة زي ما كان في الإصحاح الأول. الإصحاح الأول تعرض للقامة، للملمس، تعرض للعيون، تعرض للثديين، وأخذنا هذه النصوص وردينا عليها. لكن في الإصحاح الثاني
لم يتعرض أو لم يذكر أي وصف من أوصاف ال 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 الأوصاف المرأة أو جسد المرأة. فرحت للسيطات الإسلامية عشان أشوف طب لما في الإصحاح الثاني في أي حاجة ذكروها في الإصحاح الثاني، فوجدت أنهم يتحدثون عن الآية 6: شماله تحت رأسه ويمينه تعانقني. ودي اللي هي أثارتهم جنسيا. عشان كده حبيت أنه أنا أعلق على دي قبل ما أبدأ في التأملات في سفر نشيد الأناشيد. 60 دقيقة، ساعة مرت، ساعة مرت. طيب معلش، يبقى أنا حقف هنا، نكمل المرة الجاية. ناخد سفر نشيد الأناشيد. هناخده؟ لا أنا مش هسيب، لا أنا مش هسيب. أنا هاخده آية آية بس. أنا لأنه دي يعني لأنه دي أساسا الحتة الوحيدة اللي جيتها معترضين عليها يعني. بس هناخد مرة تانية المرة الجاية. هناخد سفر نشيد الأناشيد، وناخده أنا نرجس شارون سوسنة الأودية. نرجس شارون سوسنة الأودية، روعة الوحي المقدس. أنا نرجس شارون سوسنة الأودية، كالسوسنة بين الشوك كذلك حبيبتي بين البنات، كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة في حلقي. هناخد الكلام ده كله، هناخده بالتفصيل. بس مش هرجع مرة تاني للعدد 6. مش هرجع مرة تاني للعدد 6، همر عليه عشان نشوفه في سياق الكلام. هنشوفه في سياق الكلام. بس ما كنتش متخيل انه يعني الرد على الآية 6 هياخد لمدة ساعة. هنقف هنا ونكمل المرة الجاية، وناخد بداية الإصحاح الثاني. ولإلهنا كل مجد وبركة وعزة وكرامة الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور. آمين.